في حاجة في الإدارة اسمها فن التراجع عن القرارات. في ناس كتير في الexecutive وفي الC level بتبقى بتاخد قرارات معيّنة، ومن كتر الego اللي عندها أو من كتر ما هي مش قادرة تحس إن ينفع إن أنا أتراجع قدّام الteam بتاعي، فما بيقدرش يتراجع عن القرارات بتاعته دي. فاللي بيحصل إيه، بيحصل إن هو بيوقّع شركته أو بيوقّع القسم بتاعه أو بيعمل مشكلة. هاحكي لكم حكاية صغيرة عن موضوع التراجع في القرارات. كان في مرشحة لمجلس الشيوخ في أمريكا اسمها كارلي فيرونا، ودي بالمناسبة كانت الرئيس التنفيذي لشركة هالويد باكارد بتاعة البرنترات والحاجات اللي هي الHP اللي إحنا عارفينها. تمام. المهم إن هي كانت في الحملة دي كانت عمّالة بتعمل مناظرات والكلام ده كله، والteam بتاعها بدأ ياخد باله إن هي ما بقتش مقبولة من الشعب وإن هي مش هتنجح. فاللي حصل إيه، اللي حصل إن هي بتقول إنها صحيت في يوم من الأيام، فكان مدير الحملة بتاعها اسمه فرانك. فالمهم هي رايحة لقيت الباب بيخبط عليها. هي طبعًا قايمة الصبح من النوم ومش عارفة هتعمل إيه بعد ما كل الناس بتقول إن هي خلاص ما بقتش هتنجح. المهم يعني هي بتحكي بتقول إن هي صحيت من النوم والباب كان بيخبط، وهي عارفة وحاسة إن اللي بيخبط ده هو فرانك رئيس الحملة بتاعي. فهي أول ما فتحت الباب وبصّت لفرانك، ففرانك بَص لها وراحت قايلة له لفرانك إيه: "خلاص آن الأوان إن أنا هانسحب." ففرانك كان مستغرب أوي وقال لها: "بس أنتِ لابسة وجاهزة وعلى إنِّك نازلة تكمّلي الحملة والكلام ده كُلّه." فقالت له: "لأ خلاص أنا هانسحب." فهي بتقول إن هي حَسِّت من جواها إن هي لازم تتراجع عن القرار ده عشان شكلها ما يبقاش وِحِش قدّام الteam بتاعها، لإن هي خلاص بدأت تحس إن هي مش هتنجح. وده اللي إحنا لازم نعمله، إن أنا لمّا أحس إن أنا مش هانجح كleader أو كexecutive، إيه المشكلة إن أنا أتراجع عن القرار وأجرّب حاجة جديدة، بدل ما آخُد شركتي أو آخُد القسم بتاعي وأنزل بيهم في إيه، في حتّة ممكن تضيّع الشركة كُلّها مش تضيّع القسم بتاعي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير.